الاتحاد العربي لكرة الفوتسال أثبت لنا المؤامرة اللي على المملكة المغربية. الناس دي يا جماعة أثبتت بجد بجد إن المنتخب المغربي عليه مؤامرة كبيرة جدا جدا جدا. أثبت لنا فعلا إيه؟ أثبت لنا فعلا إن نجاح المملكة المغربية طبعا يعني بيسبب مشاكل وحرقان للجميع. طبعا المغرب يعني اللي حصل ده بصراحة اثبت لي انا شخصيا واثبت للعالم يعني بجد ان المغرب شامخ وصامد بين الامم. المنتخب المغربي تربية ملوك، ودي حقيقة. المنتخب المغربي تاريخه مشرف يا جماعة ومليان بالفخر. لا مش عشان انت بتلغي بطولة، لا علشان المغرب مكتسح 4 سنين ورا بعض. انت يعني بجد عمل معجزة. وطبعا اصحى لنفسك يا اللي بتفكر توقع المغرب. المنتخب المغربي شامخ وصامد بين الكل. يعني اثبات بسيط، مؤامرة الاتحاد العربي، وطبعا يعني ازاي الغى بطولة علشان يعرقل بيها المنتخب المغربي. وطبعا يعني اكيد في ادلة قاطعة لان يعني بجد الاتحادية الجزائرية اللي ليل ونهار بتحارب فوزي لقجع ومن غير سبب. حتى السلطات الجزائرية يعني برضو هدفها الوحيد هو التقليل من الأستاذ فوزي لقجع ومن المملكة المغربية دينيا. حتى يعني اللي مفيش بلد في العالم والله بجد بيتم فيها قراءة القرآن في الفجر والمغرب إلا المملكة المغربية. يعني شوفوا أنا بقول إيه، المملكة المغربية الشريفة، السلطات الجزائرية اللي هدفها تقليل من شأن المغرب. بجد المغرب بصراحة غير الكل. المغرب مملكة مغربية شريفة تربية الملوك. ازاي بقى الاتحاد العربي بيحارب المغرب؟ ازاي الاتحاد العربي بيحارب المغرب؟ انا هقول لكم ايه الخطة اللي هم ماشيين عليها علشان يوقعوا المغرب، وتعرفوا قد ايه ان المغرب في مؤامرة جامدة جدا جدا بتتعمل من ورا ظهرها. في مؤامرة شديدة. يعني لما قلنا ان المغرب مكتسح الكل بالارقام وبالتاريخ محدش صدق. طب ايه رأيكم بقى النهاردة ان في بطولة بتتلغي علشان المغرب بياخدها 4 مرات؟ طب ايه رأيكم في الاتحاد العربي اللي بيلغي كاس العالم للفوتسال علشان المغرب محتكر البطولة، وعلشان برضو المغرب بياخد البطولة 4 نسخ ورا بعض؟ الدرجة دي الاتحاد العربي النهاردة يعني برضو بيقرر الغاء الفوتسال علشان ايه؟ علشان المغرب بياخدها. تخيلوا، علشان خاطر المنتخب المغربي قوي، علشان خاطر محدش بيقدر على المنتخب المغربي. كل ده ايوه علشان كمان المنتخب المغربي السادس عالميا. ما شاء الله على المغاربه، ما شاء الله على المغاربه، والله اكبر في عين كل جزائري حاقد. الله اكبر في عين كل جزائري حاقد. المنتخب المغربي السادس على العالم. المنتخب المغربي يعني الاول على العالم في كرة القدم. طبعا بيصنف الاول عربيا وافريقيا. يعني المنتخب المغربي اللي الكل العالم، وطبعا الاتحاد العربي اللي بينظم بطولة العالم للفوتسال طبعا ايه
طبعا لما لقى المغرب خدها 4 سنين ورا بعض رمى حجة ملهاش 30 لازمة. بيتحججوا بحجة ملهاش اي كيان ولا اي وجود من الاساس. يقولك ايه بقى؟ بيقولك البطولة ما فيهاش منافس وما فيهاش اي منافس. ازاي ما فيهاش اي منافس؟ امال المنتخبات اللي مع المغرب دي ايه؟ امال المنتخبات اللي بتنافس مع المغرب دي ايه؟ يعني اتقوا الله شويه بجد. لو منتخب خليجي كان خدها كنتوا نظمتها، ما نطقتوش، نظمتها على الاقل مرتين في السنه. كل ده علشان المغرب بياخدها طالعين بتتحججوا وتقولوا مفيش اي منافس؟ يعني طالعين بتقولوا ان المغرب بيلعب لوحده؟ ناس ناجحه ما يلعب لوحده يا حقوديين، ناس بتتعب وبتكافح وكل يوم بتقدم بتصنيف في الفيفا. انتوا مالكوا؟ يعني كل يوم في تقدم في المغرب. تصنيف المنتخب المغربي عدى الكل معايا. المغرب مرشح ان هو ياخد كاس العالم في الفوتوسال 2026. عرفتوا بقى الحرب ليه؟ المنتخب المغربي لما ينجح نقف جنبه وندعمه ونساعده وما نسيبوش ولا نلغي بطولة. يعني بمجرد بس ان انتوا بترموا حجة وتقولوا ان مفيش منافسين، دي حجة. مفيش منافسين ازاي؟ يعني انا عايزه افهم مفيش منافسين ازاي؟ لا، احب اقول لكم ان في منافسين. امال المنتخبات دي بتعمل ايه؟ المنتخبات اللي شغاله على نفسها دي بتعمل ايه؟ بالله عليكم كلنا نقف جنب اخواتنا المغاربه وندعمهم، وباذن الله المغرب من تقدم لتقدم. اتمنى منكم الاشتراك في القناه، زر الجرس بالله عليكم اخواتي، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. فضلا ليس امرا، صلوا على سيدنا النبي.